شكون يحرق في الغابات نتاعنا؟ صحيح فما انحباس حراري وفما سخانه والدنيا كلها قاعده تتحرق تو كنشوفوا فيها في الميديترانيه، ولكن الدراسات اثبتت اللي 90% من الحرائق قاعد يسبب فيهم الانسان. وهاو ديجا هاك شوف تويك لهنا هاو هذا نتاع في غار الملح، فما تلقى البلار بارتو، ساعات بونتا نتاع سيجارو، ساعات جماعه عملوا كامبينغ. ديجا هنا ظهر لي عاملين كامبينغ مغارف وكل شيء، تلقاهم عاملين كامبينغ ولا حاجه ويخليوا النار ما يطفوهاش بالكدا ويمشيوا على رواحهم، دونك تصير الحرائق هذم. وشكون ينجم يحمينا من الحرائق هذم زعما؟ هي الناس اللي عايشه لهنا، هي العباد اللي تجي مثلا يستغلوا تويك. فما في المنطقه هذيا برشا ناس قاعده تستغل في اطار قانوني ولا مش اطار قانوني تو مش مشكلتنا، ولكن ما دامك قاعد تستغل في المنطقه هذيا وموجود في البلاصه هذيا، عباد تعوم ويخزروا للنار تشعل، ولا واحد مشى يجري ويطفي، ولا واحد معناتها عمل مجهود. وراي وقت اللي تتحرق غاباتنا هذيا راهو صعيب باش ترجع وتقعد برشا باش تعاود ترجع. دوك اول واحد مسؤول عن الحرائق هذه هو الانسان، نحن مسؤولين عن الحريقه هذه ونحن مسؤولين اللي باش نوقفوها. ودوب ما نشوفوا اي نار ولا نشوفوا اي شراره ولا نشوفوا واحد طيش بونتا نتاع سيجار وكل يلزمنا ديريكت نعملوا رياكسيون، نمشيو نحيوها نسونسيبيليزيو الناس، نقول لهم ردوا بالكم. والوسخ ما نحقروهوش، راهو الوسخ البلار بلاستيك اي حاجه راهو ينجم يزيد يساهم باش يشعل النار. خليونا نحافظوا على الغابات هذوما، نحافظوا على ثرواتنا، راهم بعد نندموا عليهم وما عادش نلقاوهم.